ده خالد ندمان على حاجات كتير عملها، ليه ما خدش الخطوة دي أو بيتمنى إنه ما عملش الحاجة دي؟ الندم مدمر حياة خالد ومخليه مش قادر يعيش الحاضر، فما تقلقش يا خالد، في الفيديو ده هاقول لك إزاي تتعامل مع الندم وتتخلص منه. أول خطوة لازم تاخدها يا خالد هي إنك أنت تتقبل المشكلة، الندم سببه الرئيسي هو غلطة أنت عملتها، وكل البشر بيغلطوا، وهي دي الحاجة اللي أنت لازم تعترف بيها يا خالد، إنك أكيد هتغلط، بس اللي مش طبيعي هو إنك أنت ما تتعلمش من غلطك، وهي دي الخطوة التانية وهي إنك أنت تتعلم من غلطاتك، لازم تقعد مع نفسك وتعرف إيه الغلطات اللي أنت عملتها بالضبط، ولازم تبقى واعي إن أي غلطة أنت بتعملها بتكون ربنا عايزك تتعلم منها درس معين، وتعلمك للدروس دي هيطور شخصيتك وهيساعدك إنك أنت تتصرف صح بعدين لو اتكرر نفس الموقف. تالت خطوة إنك أنت تكتب، لما تكتب اللي حصل وتوصف شعورك وتقول إيه اللي كان المفروض تعمله، ده هيساعدك إنك أنت تستشفي من الندم اللي عندك، وهيساعدك تتعلم من غلطاتك. رابع خطوة يا خالد هو إنك أنت تركز على الحاضر، كل ما تلاقي الشيطان بيفكرك باللي حصل ويحسسك بالندم قول لنفسك الكلام ده، اللي حصل حصل خلاص ولازم أركز على دلوقتي، لأنه قمة الغباء يا صديقي إنك أنت تضيع وقتك في حاجة مش هتقدر تغيرها خلاص، بدل ما تستغل الطاقة دي في إنك تقعد تعمل حاجة مفيدة تضمن لك مستقبل أحسن إن شاء الله. خامس خطوة وهي الأهم إنك أنت تآمن بالقضاء والقدر، كل حاجة أنت ندمان عليها ما هي إلا قدر مكتوب لك، وربنا له حكمة في أي حاجة بتحصل لك في الحياة، سواء بقى الحكمة دي في إنه عشان يعلمك درس عن الحياة أو عشان تقرب من ربنا، فأنت وشطارتك بقى في اكتشاف حكمة ربنا في الحاجات اللي بتحصل لك. سادس خطوة هي إنك تطلب مساعدة، اطلب مساعدة من ربنا وفضفض مع ربنا في أي وقت، ولو أنت عندك شخص تقدر تتكلم معاه برضه اتكلم معاه واحكي له اللي أنت بتمر بيه، والفضفضة دي هتخفف عنك وهتسهل عليك إنك أنت تبدأ تاخد الخطوات اللي أنا قلتها لك في الفيديو ده. ولو عايز بقى تعرف إزاي تتخلص من التفكير المفرط اللي هو مرتبط بالندم فشوف الفيديو ده، أما لو عايز تاخد ثقتك بنفسك لمستوى تاني فشوف الفيديو ده واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد وتستفاد منه.